عمرك قابلتي حد دخل المكان كله بص عليه؟ مش عشان لابس احسن لبس ولا عشان صوته عالي، لكن علشان عنده حضور. الكاريزما مش شكل ومش صوت ومش جراءة زيادة عن اللزوم. الكاريزما طاقة نفسية وطريقة تفكير وطريقة تعامل. في الحلقة دي هقولك تريكات نفسية بسيطة جدا، لو طبقتيها هتلاحظي ان الناس بدأت تحترمك، تسمعك، تركز معاكي اكتر. اول تريكاية قاعدة الهدوء الواثق. اكتر حاجة بتخلي الشخص كاريزما اني مش مستعجل يثبت نفسه. الشخص الكاريزما مش بيقاطع، مش بيشرح نفسه زيادة، مش بيبرر كل تصرف. في علم النفس ده اسمه الثقة غير المعلنة. كل ما قللتي تبريرك لنفسك كل ما زاد احساس الناس انك واثقة. تركاية عملية صغيرة في الحتة دي، لو حد سألك سؤال شخصي وانت مش حابة تجاوبي قولي بابتسامة ممكن نعدي السؤال ده عادي، واسكتي. الصمت هنا قوة. تاني تركاية قانون الغموض الجذاب. الناس بتنجذب بالحاجة اللي مش مكشوفة بالكامل. مش معنى كده انك تكوني غامضة بشكل مصطنع، لكن ما تحكيش كل حاجة عنك لكل حد. حتى الشخصيات الكاريزمية زي محمد صلاح رغم شهرته الشديدة حياته الشخصية محدودة جدا للناس. الغموض الصحي بيخلي عندك هالة. يعني خديها مني نصيحة، مثلا في اي تجمع اتكلمي 40% واسمعي 60%. تالت تركاية التحكم في لغة الجسد. 80% من الكاريزما لغة جسدهم مفهومة. كتاف مفرودة، حركة بطيئة مش متوترة، تواصل بصري ثابت. بس خلي بالك مش تبرق لهم. حتى تحليل شخصيات قيادية زي أوباما مثلا أكتر حاجة كانت مميزة فيه هدوء حركته. يعني لما تيجي تتكلمي خدي نفس قبل ما تبدأي، الثانية دي بتفرق جدا في حضورك. رابع تركاية ما تكونيش متاحة طول الوقت. الشخص الكاريزما مش بيرد فورا على كل حاجة، مش عشان يلعب دور التقيل لكن عشان عنده حياة فعلا. المتاح طول الوقت قيمته النفسية بتقلب بدون ما ياخد باله. يعني جربي ما ترديش فورا على كل رسالة، خلي عندك مساحة. خامس تركاية خليكي مرتاحة مع نفسك. كاريزما حقيقية جاية من التقبل. لو انت مش مرتاحة مع نفسك هتفضلي بتراقبي ردود فعل الناس عليكي، لكن اول ما توصلي لمرحلة انا كويسة زي ما انا هتلاقي طاقتك اختلفت. وده بيتكلم عنه علم النفس ايجابي زي ابحاث مارتن سيرجمان عن تأثير تقدير الذات على الحضور الاجتماعي. سادس تركاية فن الرد البارد. مش اي استفزاز يستاهل رد. الشخص الكاريزما لما حد يحاول يقلل منه يرد بهدوء، او احيانا مش بيرد خالص. اي بيتعصب بسرعة بيفقد هالته. ممكن تستعملي جملة سحرية عشان تردي، ممكن توضح قصدك، هترجعي الكرة في ملعبه من غير هجوم. سابع تركاية اشتغلي على صوتك. نبرة الصوت اهم من الكلمات. ابعدي عن السرعة، قللي النبرة حادة، سيبي مسافات بين الجمل. الشخص الواثق مش بيجري وهو بيتكلم. الخلاصة افتكري دايما الكاريزما مش انك تكوني اعلى صوت في الاوضة. الكاريزما تبقي اهدى شخص والكل حاسس بوجودك. اكتبي لي في الكومنتات اكتر تركاية حسيتي انك محتاجة تشتغلي عليها. وبس كده، كان معاكم دكتورة امل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك، ولو استفدت منه شاركيه مع اصحابك. سلام.